مشاهدينا، تستمر فعالية خيمة الاعتصام المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان في اليوم الرابع على التوالي تحت شعار الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية. حيث شهدت خيمة الاعتصام في يومها الرابع توافد المئات من أهالي ناحيتي مرقدة والشدادة للمشاركة في خيمة الاعتصام المركزية التي نصبتها المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا لحرية القائد بالقرب من دوار الصباغ بمدينة الحسكة. بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقيت عدة كلمات أكدت أنه بالرغم من أن الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركية بفرض العزلة والعقوبات المشددة على القائد فهي انتهاك لجميع القوانين والمواثيق الدولية. هذا وستستمر فعالية خيمة الاعتصام حتى الساعة 4 عصرا باستقبال الوفود الزائرة. ومن المقرر أن ينضم إلى فعالية الاعتصام يوم غد الثلاثاء أهالي ناحية الهول وعريشة التابعتين لمقاطعة الحسكة لجانب المعتصمين. جينا لخيمة الاعتصام من أجل القائد عبد الله أوجلان، لأنه حانت حرية القائد عبد الله أوجلان. طبعا بداية باستذكار أرواح ال 29 شهيد اللي ارتقوا لمرتبة الشهادة بسبب الطيران الفاشي التركي. اليوم نثبت أنه قافلة عوائل الشهداء مستمرة حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان. هالمؤامرة هاي كلها اللي صارت، طبعا بداية القائد كان يطالب بالقضية الكردية، بعدين شاف أنه الشعب المكون العربي مضطهد أكثر من الكردي، كونه لديه شخصية ولديه هوية وما يقدر يطالب بحقه، فكانت قضيته قضية للشعب المكونات بشكل عام. جايين اليوم من المنطقة الجنوبية نشارك بخيمة الاعتصام، مو بس إخواننا الكرد والسريان وكمان إحنا العرب جايين من هاي المنطقة إنه نطالب إنه يتحرر القائد جسديا. يعني على السنين اللي مضت، هاي السنين اللي راحت، يعني عم نطالب ونطالب ونطالب، يا ريت يا ريت يسمعون صوتنا ويحررون جسديا، ولأنه عطى حق للمرأة. أنا كمرأة من منطقة جنوبية عطاني حق حريتي، مو حريتي اللي أمشي بيها ولا حرية فكري بفكره.